السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل الجلاش أو صينية الجلاش الحلو أو صينية البقلاوة. هنعملها بطريقة سهلة ولذيذة، بشكل هلالي حلو كده، علشان نستقبل بيه شهر رمضان، بما إنه خلاص فاضل عليه أيام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. أول حاجة هنعملها الشربات. هنحط كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية وعصرة ليمونة ونرفعهم على نار هادية لمدة 10 دقايق. هنجيب بعد كده كيس من اكياس التلاجة اللي عندنا وهنحط فيهم 200 جرام من السوداني الغير محمص، ده سوداني مش متحمص، سوداني ني. بيتجاب من عند اي حد عطار او مستلزمات الحلواني. هنقعد ندق عليه كده بالنشابة لحد لما يتفرم معانا ويبقى ناعم بالشكل ده. او لو عندك كبة تقدري تعمليه في الكبة بكل سهولة، بس خدي بالك يعني اضغطي على الكبة ضغطات متقطعة علشان يطلع معاكي مظبوط ومش معجن. هنضيف عليه معلقتين من السكر وهنضيف عليه كمان رشة من الفانيليا. لو حابة تنزلي برشة من القرفة انزلي بمعلقة صغيرة. انا هنا حابة اقولك على حاجة، بس انا رجعته الكيس تاني وابتديت ادقدق عليه تاني كده بالنشابة، عشان انا عايزاه ناعم مش عايزاه خشن. فمعلش الخطوة دي ما تصورتش، لكن خدي بالك علشان الوصفة ما تبصش منك، لان الاساس ان يكون الخلطة ناعمة. تعالوا بقى نحضر نص كيلو من الجلاش. هنحضره كده ونبتدي نغطيه بفوطة مطبخ علشان ما ينشفش معاكي. ما ينفعش تسيبي الجلاش مكشوف ابدا. هنحضر بقى المادة الدهنية اللي هنستخدمها. هننزل بحتة زبدة حلوة كده وهننزل عليها بشوية زيت حلوين، يعني حوالي 50 جرام زبدة على 50 جرام زيت، يعني نسبة 1:1. وهنبتدي نحطهم على نار هادية كده بحيث ان هم يسيحوا معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى نجيب ورق الجلاش اللي عندنا، هناخد اول ورقة ونبتدي نفرد عليها المادة الدهنية اللي عندنا. هندهن بالفرشة كويس قوي اول ورقة، وبعدين ننزل عليها بالورقة التانية. وخدي بالك وانتي بتنزلي بالورقة التانية حاولي تخلي الورقتين يبقوا على بعض بالمظبوط، علشان الوصفة معاكي تبقى مظبوطة. لانك لو حطيتي الورقة وطلعت مش مظبوطة، يعني الورقة مش على الورقة، مش هتعرفي تشيليها وترجعيها تاني، لانها بتلزق بفعل المادة الدهنية اللي احنا حطيناها. فاظبطي ايدك من الاول علشان الوصفة تنجح معاكي. انا هنا اخدت 3 ورقات من الجلاش. بعد لما دهنتهم كده بالمادة الدهنية هنبتدي بقى ننزل بخليط اللي احنا عملناه، الحشوة الجميلة الحلوة دي اللي احنا عملناها. هنوزعها كويس على كل أجزاء الورقة ونسيب طرف الورقة بس فاضي، علشان احنا كده كده هنطبق الورقة. هنمسك بقى الورقة كده ونطبقها بإيدينا، وبعد كده ندهن جزء من المادة الدهنية. هنمسك كده بإيدينا بكف إيدينا كله ونقلب ليه علشان الورقة ما تبرمش معانا. أنا عايزة أحافظ على مساحة معينة من الورقة. شايفين بمسك ازاي؟ انا عايزه احافظ على المسافه دي ما تقلش ولا تزيد، وبعدين الورقه ما تتبرمش معايا، لان الجلاش بيبقى سهل قوي ان هو يتبرم معاكي. شايفين بمسك بصوابعي كلها وبقلب بيها بالشكل ده. كده انا ضمنت ان كل حته في ورقه الجلاش وصل لها الماده الدهنيه. هنجيب بقى القطاعات دي بتبقى قطاعات مدورة كده، في منها بلاستيك وفي منها معدن. بيبقى ليها حد مشرشر من ناحية وحد يعني وناحية كده مش مشرشرة. هنبتدي نقطع كده أول جزء كده صغير، مجرد ما بتحطيها وبتضغطي عليها هتطلع لك الشكل الهلالي الجميل ده. هنحطها بقى في صينية مدهونة برضو كويس قوي. هنظبط كده وبعد كده نضغط، وانتي بتحطي القطاعة وتضغطي ضغطة بسيطة هتطلع معاكي حلوة جدا جدا. هنضغط مرة كمان لحد لما ال3 ورقات دول يخلصوا معانا. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ ما تقوليش بقى الطريقة صعبة، لا،
وتقولي بقى انا هقعد بقى اقطع واعمل، طب ما احطها في الصينيه وخلاص. انا عايزه اقول لك حاجه، ان انت لما تعملي حاجه لاولادك انت كده بتاخدي ثواب. انت بتعملي حاجه جديده، بتوريهم حاجه جديده، بتفرحيهم، بتبهريهم. يعني احنا كلنا وكل وقفتنا في المطبخ بنتعب علشان اسرتنا تبقى مبسوطه. وطبعا وقفتك في المطبخ دي هتاخدي عليها ثواب طبعا وتؤجري عليه. لو هتعملي اي حاجه واولادك في الاخر وافراد اسرتك كلهم يفرحوا بيها. شايفين الشكل بقى النهائي عامل ازاي؟ بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم الحتت اللي طلعت دي وانا قلت لك هنعمل بيها ايه. انا هنا فردت 3 ورقات تاني، وقبل ما اطبق هبتدي افرد الفرافيت اللي بتطلع معايا دي. مش هنرمي حاجه ابدا ابدا. وعلشان تظبطي تانية الورقة، هتاخدي القطاعة اللي انت تقطعي بيها وتقيسي بيها، بحيث ان هي الورقة ما تطلعش من اليمين ومن الشمال. شايفة انا قست اهو قبل ما اطبق، علشان احافظ على مقياس الورقة اللي عندي. ما يبقاش يطلع اكبر من القطاعة اللي عندي او اصغر بكتير، فالشكل مش هيطلع نص هلالي مظبوط. هنكمل بقى بنفس الطريقة، ونبتدي نقطع بالقطاعة بتاعتنا. شايفين لما خدنا المقاس واحنا بقى بنقيس، الدنيا هتظبط معاكي قوي قوي قوي، وهتعمليه في اقل من دقيقة. هنبتدي برضو نكمل رص بالشكل ده. شايفين الشكل؟ ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. استني بقى نكمل الصينية وهقولك نكملها ازاي. انا طبعا بما ان الصينية عندي كانت صغيرة مش هتقدر تاخد يعني صفين من القطاعات الكبيرة، فجبت القطاعة الاصغر شوية وقست مقاس الورقة بنفس الطريقة. يعني حطيتها كده على المقاس قبل ما اطبق الورقة، وخدت مقاس القطاعة وبعد كده ابتديت اقطع علشان القطاعة دي اصغر من القطاعة التانية، وابتديت ارص بالشكل ده. في المرحلة دي هنبتدي نظبط الفرن على درجة حرارة 180، كأنك بتعملي كيك بالظبط. هياخد معاكي حوالي نص ساعة بالظبط في الفرن. هنشغل الفرن من تحت بس، مش هنشغل الشواية. يلا بقى، بما ان في معلقتين سمنة كده اتبقوا، هنبتدي ندهن بيهم فوق الوش بزيادة. هندخلها الفرن بقى، وبعد نص ساعة وهي سخنة هيكون الشربات اللي عندي دفي، يعني غلي وطفيت عليه وبقى دافي. هنبتدي ننزل بيه. ممكن شربات بارد طبعا، يعني الشربات ده كان دافي واستخدمته، ولو بارد برضو استخدميه، لكن ما تستخدميش الشربات سخن قوي او بيغلي او لسه نازل من على النار، علشان ما يطرلكيش الجلاش. شايفين بقى النتيجة ولا اروع؟ بسم الله ما شاء الله، قرمشة جميلة جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، واشتركي في القناة علشان يوصلك جديد فيديوهاتي، وقوليلي رأيك ايه في الكومنتات. شكرا للمشاهدة.